شهد ملعب الملك عبد الله بالسعودية على أقوى كلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة، ده في نهائي كأس السوبر الأسباني، واللي انتهى بفوز البارسا 3-2. كانت مباراة مجنونة حرفيا. الشوط الأول جه فيه 4 أهداف، 3 منهم جم في الوقت الضايع من الشوط الأول. رافينيا بدأ بتسجيل لبرشلونة في الدقيقة 36، ويتعادل فينيسيوس بالهدف الأول لريال مدريد في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضايع، ويجي بعدها ليفاندوفسكي في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضايع يجيب الهدف الثاني لبرشلونة. وجونزالو جارسيا ما استناش وجاب الهدف الثاني لريال مدريد في الدقيقة الستة من الوقت بدل الضايع من الشوط الأول. وفي الشوط الثاني يجي اللاعب رافينيا يخلص المباراة لصالح برشلونة ويحرز هدف الفوز لبرشلونة في الدقيقة 73. وانتشر بعد المباراة غضب كبير من الجماهير بتهاجم فيها قرارات حكم المباراة، وبتأكد بأنه مش على قد مستوى إدارة مباراة كبيرة بين برشلونة وريال مدريد بالكلاسيكو. وجانب تاني من الجماهير كانت بتعاتب ألونسو انه اتأخر في نزول لاعبين مهاجمين اللي كان في ايديهم ممكن يغيروا احداث المباراة. لو عجبك المحتوى ما تنساش تعمل شير ولايك وسبسكرايب.